أهلا وسهلا إخواني الكرام ومرحبا بكم في جديد المنتخب المغربي، فابقوا معنا في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم حول العالم ما سيقدمه في المرحلة المقبلة. تتواصل الأخبار والتطورات التي تزيد حماس الجماهير المغربية، خاصة مع اقتراب المواعيد الكروية الكبرى التي ينتظر فيها الجميع رؤية أسود الأطلس في أفضل مستوياتهم. فالمنتخب المغربي الذي أصبح في السنوات الأخيرة واحدا من أبرز المنتخبات في العالم يواصل العمل والتحضير بجدية للحفاظ على مكانته بين كبار كرة القدم العالمية. وخلال الأيام الأخيرة وتحديدا يومي 9 و10 مارس عاد الحديث بقوة عن المرحلة الجديدة التي يعيشها المنتخب تحت قيادة المدرب المغربي الذي يحظى بثقة كبيرة من المتابعين والعديد من المدربين الذين يعرفون مسيرته عن قرب. ويعمل وهبي حاليا على بناء مجموعة قوية تجمع بين الخبرة والشباب من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب المغربي في السنوات الماضية. وفي هذا السياق خرج المدرب البلجيكي بتصريحات لافتة أشاد فيها بالخصال التقنية والإنسانية للمدرب المغربي محمد وهبي، معتبرا أن قيادته للمنتخب الوطني في هذه المرحلة تمثل خطوة طبيعية جدا ومهمة في مسيرته التدريبية. وأوضح فيريرا الذي يعرف وهبي منذ سنوات طويلة أن العلاقة بينهما ليست واردة اليوم، بل تعود إلى حوالي 20 سنة، حيث اشتغلا معا في أكاديمية نادي البلجيكي، كما جمعتهما تجربة أخرى عندما عمل محمد وهبي مساعدا له في التدريب نادي بين سانتي 2020 و 2022، وهي فترة عززت العلاقة المهنية والإنسانية بينهما. وقال المدرب البلجيكي في تصريحات لبرنامج هاتريك المصري إن أهم ما يميز محمد وهبي قبل أن يكون مدربا هو الجانب الإنساني في شخصيته، مؤكدا أنه إنسان طيب وقريب من اللاعبين ويهتم كثيرا بمشاعرهم وتطورهم داخل وخارج الملعب. وأضاف أن هذه الصفة بالذات تجعل اللاعبين يشعرون بالراحة والثقة، وهو أمر مهم جدا لأي مدرب يريد بناء فريق قوي ومتماسك. أما من الناحية الفنية والتكتيكية فقد أكد فيريرا أن وهبي يتميز بقدرة كبيرة على تنظيم الفريق داخل الملعب، حيث يحرص دائما على أن يكون كل لاعب في المكان الصحيح ويتحرك في الاتجاه الصحيح، كما وصفه بالمدرب الذكي والمتواضع الذي يعرف جيدا ما يريد تحقيقه مع فريقه ويعمل بهدوء من أجل تطوير الأداء الجماعي. ويرى المدرب البلجيكي أن تولي محمد وهبي قيادة المنتخب المغربي الأول ليس أمرا مفاجئا، خاصة بعد العمل الكبير الذي قام به مع الفئات السنية للمنتخب المغربي، حيث ساهم في تطوير العديد من المواهب الشابة التي أصبحت اليوم قريبة من حمل قميص المنتخب الأول. وزاد أضاف فيريرا أن التوقيت قد يبدو صعبا للبعض خصوصا مع اقتراب المنافسات الدولية الكبيرة، لكن بالنسبة له فإن هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لوهبي من أجل إثبات قدرته التدريبية على أعلى مستوى. وأكد أن المدرب المغربي يمتلك قاعدة قوية من الخبرة والمعرفة الكروية التي ستساعده على إضافة أفكار جديدة إلى أسلوب لعب المنتخب المغربي. الجماهير المغربية بدورها تتابع هذه التطورات بكثير من التفاؤل، خاصة أن المنتخب المغربي يضم مجموعة من النجوم الذين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، وهو ما يمنح الفريق قوة كبيرة وقدرة على المنافسة أمام أفضل المنتخبات في العالم. ومع استمرار العمل داخل الطاقم التقني ينتظر عشاق أسود الأطلس رؤية الخطوات القادمة التي سيقوم بها محمد وهبي من أجل تطوير أداء المنتخب والمحافظة على الصورة القوية التي رسمها المغرب في السنوات الأخيرة على الساحة الدولية مع رفيق الركراكي. وفي النهاية يبقى الأمل الكبير للجماهير المغربي أن يواصل منتخب المغربي لكرة القدم كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات التي ترفع راية المغرب عاليا في المحافل العالمية. وإذا كنت من محبي المنتخب المغربي وتؤمن بقدرة أسود الأطلس
على تحقيق المزيد من الإنجازات، لا تنسى دعمنا بوضع لايك للفيديو وكتابة تعليق محفز للمنتخب، وكذلك الاشتراك في الصفحة ليصلك كل جديد عن أخبار المنتخب المغربي أولا بأول، يعني قناتنا.